السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه واصلين حالا من بورسعيد. يا رب الفيديو يعجبكم. فيديو النهاردة نار بجد. لايك واشتراك للقناة، وهفرجكم النهاردة لازم ما تروح بورسعيد لازم تعمل ايه، والفيديو بجد ضرب نار. اول حاجة زي ما انتم شايفين دلوقتي لسه داخلين بقى بورسعيد، هنروح نركب المعدية ونروح البيوت الفرنسية. ويا رب يا رب الفيديو يعجبكم. هنوريكم النهاردة كل حتة في بورسعيد، وهنوريكم النهاردة ازاي تقضي يوم جميل. احنا دلوقتي لسه داخلين بورسعيد، رايحين على المعدية. اجمل حاجة طبعا المعدية، واللي انت تبقى راكب فيها وتعدي كمان قارة اسيا، تروح بور فؤاد. آه، زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا داخلين المعدية وبنركبها بالباص. طبعا فيديو جامد جدا. احنا كنا اول حاجة نركب اول اتوبيس يطلع على المعدية. زي ما انتم شايفين طلعنا ونزلنا اتصورنا من الباص 10 دقايق او 5 دقايق. انا باين طبعا في الكاميرا اهو. بننزل نتصور وبنركب تاني. طبعا زي ما انتم شايفين في دي معدية تانية جنبنا اسمها القناة الجديدة، وفي تحيا مصر. دي دورين اللي احنا راكبينها، دي دور واحد. احنا كده بنركب من بورسعيد رايحين بور فؤاد. انا طبعا انا بصور، يعني انا عامل فيديوهين من رحلتين، عامل فيديو واحد. فهتلاقوا هتلاقوا فيه كذا يعني فيديو من الرحلة الأولى وفيديو من الرحلة التانية. زي ما انتم شايفين دي من رحلة مع بعض. كنا بنركب ركبنا المعدية. والفيديو التاني أنا كان معايا بقى الولاد بتوع الأكاديمية متصورين في فيديوهات جوه المعدية. بدأت أنا نزلت الأول، وبعد كده أنا كنت طالع مع شركة سياحة. بدأ بقى الناس تنزل. معدية طبعا جميلة جدا، والمنظر جميل جدا. مهما اوصف لكم ومهما اقول لكم من جمال مش هتحسها لو انت راكبها. سعيد برضو بلد جميلة جدا، وكل حاجة تحفة. ده الناس بتصطاد اللي هناك، اللي يعني أي تاكسي بتركبه ب15 جنيه بيوديك من أول المدينة لغاية آخر المدينة. زي ما انتم شايفين دي برضو معدية، دي جاية بقى من بور فؤاد. دلوقتي بقى هننزل من المعدية ونروح بقى البيوت الفرنسية. مهما اقول لكم جمالها. انا خدت صورة تذكارية هناك ومنزلين صور. احنا عاملين فيديو ليها للبيوت الفرنسية اللي كان المفروض اللي هم عايشين فيها، وهم بيبنوا قناة السويس. بجد 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 احنا كده زي ما انتم شايفين في الصورة كده. احنا هنا دلوقتي عدينا بور فؤاد وتصورنا عند البيوت الفرنسية بجد. وطبعا المسجد الكبير طبعا. صور جميلة جدا. ودلوقتي بقى هنطلع على جبل الملح. مش عايز اقول لكم متعة متعة متعة، وتتصور فيه كأنك في التلج. زي ما انتوا شايفين بقى احنا دلوقتي في جبل الملح وبوريكم بقى الأماكن. طبعا ده فيديو دخلنا بقى لغاية الأجهزة جوه وكده والتجهيزات بتاعته. طبعا المكان ده مفيش حد بيخشه، بس احنا استأذنا. بره دلوقتي بقى عاملين بقى أشكال وقلب وكده عشان الناس بتعمل سيشن أو كده. زي ما انتم شايفين المكان جميل بجد بجد، وتصور فيه كذا فيلم. اتصورنا فيه كتير قوي. والملح ده ممكن تجيبه لوالدتك بقى او لاي حد في البيت او كده. يعني للمسح والكنس وكده. الحبيبات بتاعته كبيرة، وبيتباع على فكرة في كل حتة. دي اخر صورة بقى اتصورناها. وبعد كده بقى اتحركنا على المعدية تاني. ركبنا بقى المرة دي المعدية اللي بدورين. ودلوقتي زي ما انتم شايفين بقى هنركب المعدية وطالعين بقى الدور التاني، نتفرج عليها من فوق نشوفها عاملة ازاي وكده. بصراحة اتبسطنا فيها جدا. فوق بقى الأعداد بتبقى أحلى كمان. نتفرج عليها أكتر. هي بتاخد مثلا من 7 ل10 دقايق عقبال مثلا ما بتعدي الناحية التانية، عقبال ما بتتملي. في الأيام أيام الأجازة بتبقى فاضية خالص. زي ما انتم شايفين أيام بقى الدراسة بيبقى مليانة. البنات بتوع الجامعة بتاع الجامعة بور فؤاد وبتوع المدارس بتبقى زحمة جدا. زي ما انتم شايفين العربيات بقى تحت.
المعدية دلوقتي بتعدي فعلا. انا ناس كتير بيقولوا لي انت بتحب بورسعيد، قلت لهم اه بحبها من جمالها وفاضية جدا. يمكن احنا عملنا كذا فيديو، بس ده الفيديو بصراحة يعني بجد بجد انا برتاح في البلد جدا، خصوصا ان هي فاضية وخصوصا ان هي جميلة. وهنعدي بقى دلوقتي ونروح على محل اسمه العيوطي، ده قصة تانية بقى وفيلم تاني هيعجبكم بجد بجد بجد. ولازم اما تروحوا زي ما انتم شايفين انا بصور بقى تحت العربيات ما شاء الله. هنروح بقى دلوقتي عند العيوطي. من المعدية لغاية العيوطي مثلا 15 دقيقة. احنا كنا بنتحرك بباص، بس انت لو معاك عربية ممكن تروح. ودلوقتي بقى وصلنا عند العيوطي ودخلنا بقى نفطر. انا طبعا قاطع الصوت عشان برضه يبقى الصوت هنا احسن وكده. بقول لكم بقى الفطار دي مقبلات بيحطها لك، جبن وشوية كده حاجة كده من البحر، اقسم بالله ما عارف هي ايه. بدأنا بقى تحط لنا الفول والطعمية كل ده. زي اقول لكم ب120 جنيه فول وطعمية ل4 أفراد. انت متخيل 3 أطباق فول و3 أطباق طعمية و4 أطباق بطاطس. وأسعار كانت غريبة بصراحة. طعمية برضو محشية زي ما انتم شايفين. هنزل لكم الأسعار بتاعته، طبعا بقى اتغيرت وكده، بس هنزل لكم برضو الأسعار. بص الطعمية بصراحة جميلة جدا، وانا بصراحة بحب الطعمية، وهتلاقوني عمال اتكلم ساعتين ونص على الطعمية بس لوحدها. بجد لازم تروح تفطروا من هناك بأسعار حلوة جدا. فول برضو فيه كذا نوع. يا رب يا رب يا رب ما تروحوا يعجبكم وتقولوا لنا ايه رأيكم، وتكتب لنا في التعليقات وكده. زي ما انتم شايفين بقى صورت لكم المكان كله. هنطلع بقى دلوقتي على احلى مكان انا بالنسبة لي رايح عشانه، داعية بيتش. يا رب يا رب يعجبكم. ودلوقتي بقى نطلع على داعية بيتش، مكان بجد 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 ملك في التصوير، تتصوروا فيه صور حلوة قوي. سيبكوا بس من تخن انا والكرش اللي انا فيه ده، ان شاء الله يا رب ادعولي اخس. بجد تحس ان انت في شرم الشيخ. الراجل اصلا صاحب المكان ده كان في شرم وجاب كل الحاجات بتاعته، ده اللي انا سمعته يعني. المكان هناك بص جميل جدا، تصوير تحفة. بجد 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 استمتعنا اليوم هناك حلو قوي. هوريكم بقى فيديو واحنا بنتحرك في المكان. اسعاره غريبة غريبة غريبة، اسعار حلوة جدا، اسعار رخيصة جدا. يا رب الفيديو يعجبكم كله. زي ما انتم شايفين دخلنا المكان. بدأنا نتصور فيه عند دي شوية حاجات كده، رسائل جميلة جدا. اتصورنا فوق برضو ده على البحر على طول. كنا بقى احنا واكلين ومظبطين الدنيا زي ما انتم شايفين اهي. ده بقى اللي جوه بقى، مكان جوه من جوه ده مكيف. والقعدات حلوة جدا، في قعدات على البحر الأول، في قعدات مخصصة للأطفال. طلعت أنا السلم أصور لكم المكان من فوق. زي ما انتم شايفين أنا الرسايل دي بحبها جدا جدا. يا رب ألحق أقرأ لكم حاجة. الله أكبر ما شاء الله. آه بدأنا نطلع فوق. القعدة فوق هنا تحفة. في ناس بتحب طبعا الشتاء جدا، تحب تروح في الشتاء. في ناس طبعا بتحب بورسعيد في الصيف. انا بصراحة بحبها في الشتاء اكتر، بتبقى جميلة والقعدات هناك تحفة. الدخول هناك بالمشروب عادي خالص. في كمان الناس بتعمل رحلات وكده. بصراحة المكان هناك مهما اقعد اتكلم عليه ومهما اقول لكم، في كتير قوي ناس متصورين هناك، في افلام متصورة كتير قوي. داعية بيتش بصراحة مكان جميل جدا. وكمان اي بلوجر هتلاقيه بيصور هناك بيروح يصور فيه. مكان مهما اقول تحفة، لا جميل جدا. عجبني جدا، قعدة هادية قوي. هنتحرك بقى دلوقتي بقى بعد داعية بيتش وبعد اليوم الجميل وبعد الانبساط اللي احنا مبسوطين فيه وخلاص زي ما انتم شايفين كده. حتى المجموعة اللي معايا محدش قادر يقوم. بدأنا بقى نتحرك بقى، لازم بقى نروح ندب بقى من سوق السمك بقى. هوريكم دلوقتي احلى واحلى واحلى سوق سمك. ده السوق السمك القديم. بجد 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 تحس ان انت رجعت لزمان كده. دلوقتي بقى هنروح سوق السمك الجديد، تحفة تحفة تحفة. في كل حاجة انت ممكن تتخيلها، وفي كمان جنبه سوق البالة. وجنبه كمان بقى في بقى الناس اللي بتبقى معاها اطفال اللي عايزين ياكلوا بيتزا كريب وكده. زي ما انتم شايفين بقى احنا دخلنا السوق وبنصور لكم بقى الجمبري وهنوريكم بقى الاسعار. بجد الفيديو جميل جدا.
زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي بقى في سوق السمك. اليوم بقى زي ما بدأنا من الأول كده عشان برضو نعيد مع بعض. ركبنا المعدية وبعدين رجعنا على العيوطي وبعدين رجعنا. طبعا رحنا جبل الملح الصبح. ودلوقتي زي ما انتم شايفين داخلين سوق السمك بعد دعاية بيتش بقى. في ناس مننا كان قاعدين لسه على البحر، وفي ناس جم اللي عايز ياكل هنا بياكل، بيطلب السمك وبيخش يطلب رز وكده وياكل. اللي عايز يرجع تاني على البحر ياخد الاكل مثلا ويروح برضو براحته. بعد طبعا بقى سوق السمك والجمبري والاستاكوزا والحاجات الحلوة دي بقى، لسه هنوريكم بقى احلى ايس كريم بجد هيعجبكم قوي قوي قوي. ما ينفعش بقى تكون في بورسعيد وما تاكلش الكاساتة اللي في ايدي دي، حاجة بقى خيال من سلسبيل. سعرها 15 جنيه، نوجة على ايس كريم على شوكولاتة على بص على مانجا، حاجة خرافة كده. بجد 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 جميلة. التاكس طبعا زي ما انتم شايفين اهو ابيض فزع عشان بس الناس اللي بتقول احنا مش في بورسعيد. دلوقتي بقى داخلين على سلسبيل. بيعملها طبعا بشكل جميل جدا. كل الناس هناك او يعني لما تيجي تسأل اي حد في تاكسي تقول له ايه اكتر حاجة مثلا مشهورة في الحلويات، واقدم حاجة كاساتا دي. بص زي ما انتم شايفين جميلة جميلة بجد، اتبسطنا بيها قوي. هنطلع بقى دلوقتي على مفاجأة. زي ما انتم بقى شايفين دلوقتي رحنا بقى على حديقة المسلة. دي بجد انا اكتر مكان شفت فيه حمام فيه في مصر، في مصر كلها. طبعا بقى زي الزمالك كده، وزي طبعا بقى عقبالنا يا رب في العمرة والحج يا رب في السعودية. لازم ما تروح بورسعيد لازم تتصور هناك. المكان بجد بجد جميل جدا. اركب بس اي تاكس من اي حتة في بورسعيد، اصل هي يعني في وسط المدينة بالظبط. احنا كان يعتبر الساعة 3 مثلا او الساعة 4 زي ما انتم شايفين متصورين. لك الصور تحفة، تتصور جنب الحمام ويطير جنبك. دلوقتي بقى نتحرك على مكان تاني اسمه حديقة فريال، ويا رب يا رب يا رب يعجبكم. حديقة بقى فريال احنا طبعا مبسوطين زي ما انتم شايفين، بتنطط كده وانا ماشي ومبسوط جدا. حاجة كده جميلة قوي فيها طبعا يعني معالم مصر كلها، وفيها طبعا الطاحونة الهولندية، وفي متصور انا جنبيها اهي، وبجد بجد جميلة جدا. وفيها مسجد برضو دخلنا صلينا فيه. اكتر حاجه بقى بتميز بيها حديقه فريال اللي هي يعتبر وسط يعني وسط الشارع ده بيدخلك على علوش وعلى محمود الفار وعلى اشهر حاجات. بس الحديقه بقى عايزه اقول لكم عليها جميله جمال. وتحت كده مرسوم رسم كأنك انت في بيوريك قناة السويس، وبيوريك المعالم بتاعت قناة السويس من اولها لاخرها. ويعني زي كأن خريطة كده انت ماشي عليها. جميلة جدا، فيها قعدات حلوة جدا. الشجر بتاعها جميل، الورد بتاعها جميل. هي مدينة برضو، مدينة بورسعيد بصراحة بتتميز برضو بالجمال والنظافة جدا. بيوريك بقى ازاي، يعني زي ما انتم شايفين بصوا المكان اللي في الوش ده. ده بقى الروعة. انت هنا شايف المعدية وشايف كل حاجة وشايف مهما اقول ومهما اعيد من جمال. بجد بجد لازم انت تروح، مهما هصور مهما هعمل لازم تروح وتشوفها. للأسف الشديد لما عملنا الرحلة بتاعة النادي ما رحناش طبعا حديقة في الريال. كان نفسي اوريها لهم، وكان نفسي اوريهم جميلة ازاي. وطبعا قناة السويس دي احنا اللي حفرينها بايدينا. في كتير قوي ماتوا من مصريين وهم بيحفروها. من أكبر قناة معمولة على العالم. دي الطاحونة الهولندية. البيوت هناك جميلة، بص البيوت، بص المنظر عامل ازاي. والدنيا ساكتة ازاي. كل دي على فكرة الحديقة دي فري مجانا، المسلة مجانا، جبل الملح مش عارف بدخوله ب10 جنيه أو ب15 جنيه. حاجات يعني تروح تقضي يوم هناك ما أسعار ما أقولكمش. هنطلع دلوقتي بقى على علوش ومحمود الفار، وهيعجبكم السوق أكتر كمان. الشارع بقى التجاري هنا بقى، وما ينفعش تروح بورسعيد ما تعديش على علوش ومحمود الفار واشتري بقى بأسعار تحفة الشوكولاتات وأسعار جميلة جدا. ولسه هنوريكم سوق البالة. اتمنى بس منكم كلكم الفيديو يعجبكم وتعملوا لنا لايك واشتراك. ولسه هنوريكم دلوقتي الآراء بقى الناس اللي كانت طالعة معانا، وآراء الفرقة بتاعتي وهم مبسوطين بالفيديو وأول مرة يروحوا أماكن كتير. هنا هنا هتشوف أسعار انت مش هتصدق اللي دي في مصر، ده عند علوش
انا بحاول اوريكم دي زبدة، مع طبعا كلها بحرف الر، مش عارف اقول اي حاجة منها، ب95 جنيه. بتتباع في مصر هنا تلاقيها اغلى، دي حاجات مثلا ب45 جنيه، تلاقيها بتتباع ب90. غير بقى الشوكولاتات، غير الحاجات. انا اوريكم فيديو دلوقتي وانا الراجل بيتكلم معاه. بجد 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 محتاج دعمكم للفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ام اشرف ملك الشوكولاته الدارك، بيبيعها بكام؟ ال54 الأربعة ب50 عند علوش. عند علوم. وفي عندك ايه تاني شوكولاته حلوه؟ عندي بانكيك وايه تاني؟ وعندي الرايتر سبورت. رايتر سبورت دي بكام؟ الرايتر سبورت بتتباع ب20. انا مش عارف اقول له رايتر سبورت، تفتكر لو كلتها خف بحرف الر؟ حبيبي حبيبي ربنا يخليك، السلام عليكم. اسمك ايه؟ اسمي يوسف محمد حسين، وفرقة 2009، وإن شاء الله دخل الدوري السنة دي. ان شاء الله يا حبيبي. الرحله حلوه النهارده؟ جميلة قوي. عملت ايه النهارده؟ احكي لي كده وانت واقف فرجني كده. احنا قاعدين فين الاول؟ في البرجيله دي، اسمها برجيله؟ مش عارف. طيب انبسطت؟ اتبسطت. دخلت عملت ايه النهارده؟ رحنا البحر. تمام. والمعديه؟ وركبنا المعدية، كانت حلوة قوي. تمام. شفنا البتاعة الكبيرة ديت. شفتني وانا بتزحلق على جبل التلج؟ أيوة، الرملة ده. كابتن كريم اتزحلق ولا لا؟ ملح. أيوة صح. ده يا كداب. اسمك ايه؟ عبد الله محمد. ايه رايك في الرحله النهارده؟ 100. عملت ايه من الصبح؟ كنا نلعب مع اصحابي وكنا مبسوطين جدا. ودلوقتي هنعمل ايه؟ هنفطر من عند العيوطي. حلو. 100. ماشي. اشهر محل فول وطعميه. وهنعمل ودلوقتي وبعدين هنخش البحر. ايوه. ماشي. عقبال يا رب كل رحله يا عبد الله. اسمك ايه؟ ادم مشاح. بتلعب في اكاديميه ايه؟ مبسوط النهارده؟ الرحله حلوه؟ طب عملت ايه من الصبح قول لي؟ كنا قاعدين بنغني بس. اتبسطت يعني؟ طيب الرحله الجايه هتطلع معانا وتجيب مين من العيله؟ ماشي. طيب ودلوقتي هنفطر فين؟ عند العيوطي. ماشي يا حبيبي، يلا سلام. اسمك ايه؟ يوسف الشمع. عامل ايه يا يوسف؟ الرحله كانت حلوه؟ عملت ايه النهارده؟ رحنا المعدية. ورحنا جبل الملح. اليوم كان جميل، ودلوقتي رايحين البحر. واحنا دلوقتي قاعدين بناكل فين؟ مطعم العيوطي. اشهر حاجه عنده ايه؟ فول الطعمية. ماشي. المره الجايه جيب لنا مين من صحابك في الرحله ما يكونش موجود النهارده؟ داليا، واحد صاحبي اسمه داليا. طب يلا. اسمك ايه؟ عبد الرحمن محمد أحمد، 2009، مهاجم بتاع 2009. اليوم كان جميل واتبسطت الصراحة. رحنا المعدية ورحنا معديه بورسعيد، وايه تاني؟ سعيد احنا جبل الملح. الناس افتكرونا في التلج. مبسوط يا عبد الرحمن؟ قوي مستنى اروح البحر. أنا اللاعب زياد حسام الدين سيد أحمد. النهاردة إحنا في معسكر في بورسعيد. إحنا دلوقتي في جبل الملح، مبسوطين جدا إن إحنا موجودين هنا. ان شاء الله انت السنه دي معانا في الدوري بإذن الله. يا رب. مبسوط يعني النهارده؟ ركبت المعديه؟ يا اسر بص، اعمل باي. عبد الله هاني. يا عبد الله بص كده، بص يا حازم. يا حازم خليك هنا، خليك مع انشي عشان اسمك ايه؟ ادم حسين. احنا فين النهارده يا ادم؟ في بورسعيد. أيوة. جبل الملح. رحله حلوه؟ حلو. مبسوط؟ اه. طيب احنا دلوقتي في جبل الملح. صورت فيه وجبت شويه ملح لمين؟ هياخد شويه ملح البيت. لسه هجيب ملح لامي يا كابتن. طب اعمل باي يلا. السلام عليكم يا رجاله، عاملين ايه؟ كل واحد يقول اسمك ايه؟ بصوت عالي. عمر السيد. وانت؟ وانت؟ عمر جمال. ماشي. اتبسطت النهارده يا عمر؟ رحنا فين النهارده؟ اتبسطت يعني؟ عايز تنزل البحر ولا لا؟ جدع. عايز انزل البحر. مش انا عايز اقول لكم ان عمر جايب جون في اخر ماتش، جون جامد جدا. اتبسطت يا عمر النهارده. طيب تحب مين يبقى معانا الرحله الجايه؟
كلهم؟ ماشي. مين اكتر حد عايز يبقى معاك يا عمر الرحله الجايه من عندك في البيت؟ اه طبعا هي اللي تلاقيها دافعه لك النهارده. تعالى اتفرج. لا يا ترى كنا اسمك ايه؟ اسر ايه؟ احمد عبد العزيز. احنا فين النهارده؟ في بورسعيد؟ طيب اتبسطت النهارده؟ جميل قوي النهارده. طب قول لي بص الاول اللي معديه وراك دي معديه. احنا دلوقتي في المعديه. ركبت المعديه كم مره النهارده؟ ورحنا فين تاني؟ رحنا بور فؤاد. رحنا كمان جبل الملح. جبل الملح. اتبسطت؟ دلوقتي هنروح البحر. طب يلا اعمل لهم باي. يلا خلاص بالراحه ركز. اسمك ايه؟ النهارده عملت الرحله كانت حلوه؟ ماشي. واتبسطت النهارده؟ طب اكتر حاجه اتبسطت فيها العباره ولا اتبسطت في ايه؟ في ايه؟ يعني انت سوقت حلو النهارده؟ كنت جامد؟ طيب انا هصورك دلوقتي وانت بتعمل الفيديو. ماشي؟ يلا. ودلوقتي مع اللقاء مع يحيى بص لي. اتبسطت النهارده؟ طب انت جاي السوق تشتري جزمه؟ طب اسال عمو بكام؟ ماما يا بنت 150. اي خدمه اهو يا عم. ايه احلى حاجه في الرحله النهارده؟ جبل. طيب ان شاء الله. يلا هنطلع على ايه؟ اتبسطت النهارده يا ياسين؟ مواليد كام؟ ياسين 2014. اتبسطنا قوي النهارده. ودلوقتي احنا في سوق السمك وهنوريكم فيديو جامد. قول لهم باي. شباب احنا معانا يوسف بس هو تعبان شويه مش قادر يتكلم. قول اسمك. يوسف مش قادر يا عيني. اتبسطت في الرحله؟ احلى حاجه في الرحله ايه النهارده؟ سوق السمك وايه؟ سوق السمك والبحر. اعمل لهم باي.